السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم حسن حمد جديد في مادة التمريض الباطني الجراحي، ومعادنا النهاردة مع ال palliative care at end of life. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى على النبي كده معايا وركز ونشوف هنتكلم عن ايه النهاردة. اول حاجة بيقول لي عنوان الدرس اصلا palliative care، يعني العناية او الرعاية التلطيفية في نهاية الحياة. تمام. هنخرج بإيه في الدرس ده؟ أول حاجة هنشوف الغرض أصلا من الرعاية التلطيفية، وهنشوف كذلك إيه اللي بتعمله الخدمات المقدمة من الرعاية التلطيفية، وكذلك في بعض المظاهر اللي بتبان على العيان سواء جسديا أو نفسيا هو حاسس بيها في نهاية الحياة. دي كلها هنتعرف عليها بإذن الله. فيبقى معانا الديفينيشن في البالياتيف كير، ومعانا كذلك بإذن الله الجولز الأهداف للرعاية التلطيفية، ومعانا كذلك تعريف جديد وهو مميز شوية، الهوسبيس كير يعني رعاية المسنين. وبعد كده بإذن الله هل هنعرف رعاية المسنين ديت تعتمد على ايه بالظبط؟ are based on كذا حاجة، 3 حاجات. وبعد كده هنعرف يعني ايه موت دماغي، ويعني ايه الموت الكلينيكي والحاجات دي كلها. وبعد كده هنتعرف على المظاهر او الحاجات اللي بتبان جسديا على العيان اللي بيبقى خلاص في نهاية الحياة. وبعض الحاجات النفسية في الآخر خالص. تمام يا شباب، نبدأ كده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تاني. وبسم الله كده بالتفصيل نقرأ مع بعض ونفسر كل كلمة معانا. طيب، أول حاجة معانا البالياتيف كير. تعرفها البالياتيف كير قال لي هي تلطيفية، يعني أنا بعالجه؟ لا، مش بعالجه، أنا مش بعالجه، ولكن أنا بخفف شدة الأعراض. يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي هي is any form أي شكل of care من أشكال الرعاية الصحية or treatment أو العلاج اللي بيركز على إيه بقى؟ that focuses on reducing the severity of disease symptoms، يعني بقلل من شدة الأعراض المرض اللي عنده، rather than بدلا من المحاولة trying to delay or reverse the progression of the disease. يعني بدلا من انا احاول ابطأ او اعكس تقدم المرض ان انا اعالجه خالص، لا، انا خلاص ما بقاش في امل من العلاج، او دي بتبقى موازية مع العلاج، حاجة من الاتنين. تمام جدا. the progression of the disease itself or provide a cure، يعني انا مش بوفر علاج ومش معكس ولا ببطئ تقدم المرض، لا، هو المرض موجود بالفعل، ولكن ديت بتبقى حاجة موازية، او اصلا المريض ده متوقع انه خلاص في نهاية حياته ببعض المؤشرات التانية هنقولها كمان شوية. فاللي يحصل انا بعمل له رعاية تلطيفية palliative care. بعد كده معانا أهداف الرعاية التلطيفية. أول حاجة معانا من اسمها بيقول لي إيه؟ تخفيف الأعراض. provide relief from symptoms، يعني أوفر تقديم الراحة من الأعراض. تمام جدا، من ضمنها الألم. طب تاني حاجة معايا إن أنا أعتبر dying as a normal process، أعتبره عملية طبيعية. يعني إيه؟ يعني الإنسان ده وصل لمرحلة متأخرة جدا من مرض عنده، وكذلك عملنا وسائل العلاج كلها، مفيش أمل وخلاص، تأكد لينا إن هو في المرحلة الأخيرة من الوفاة، يعني خلاص شهور أو سنة أو الحاجات اللي هي معدودة ويودع. فالفكرة في إيه؟ الفكرة أثناء كده خلاص مش هقول يموت بقى، لأ، هوفر له رعاية تلطيفية. فحاول أخفف من حدة المرض، وأحاول أخفف من حدة المعاناة في آخر حياته. طيب، affirm life و neither hasten nor postpone، يعني لا تعجل ولا تأجل الموت. يعني إيه؟ يعني أنا مش أول لما يظهر لي حاجة أقول لأ ده خلاص مات، أغمى عليه مثلا مرة، ولا حصل فيه مشكلة عنده في الأعضاء، وهنقولها كمان شوية اللي هي في القلب والرئة والدماغ والمخ.
فهنشوف الموت الدماغي ايه اللي بيحصل. ففي حالته، طب ما تيجي ناخد الموت الدماغي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا معانا دلوقتي لو جينا ذكرنا وقال لي يا محترم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجة معانا الدماغ اهو زي العسل، وعندنا الرئة اهيت، وعندنا القلب هنا اهو، ولكن هو هنا ظهر لك القلب، المفروض ان الرئة تبقى مغطية على الجزء ده. تمام. اللي بيحصل في ايه؟ اللي بيحصل ان لو حصل مشكلة في الرئة، المريض حصل له اختناق، حصل له ايا كانت المشكلة، فالرئة توقفت عن العمل، او ما بقاش فيه اكسجين ولا غذاء واصل للدماغ. فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الدماغ يتلف ويموت. تمام جدا. قد يموت جزء منه، قد يموت كليا. طيب لو مات جزء منه، لو انا حطيته على جهاز تنفس صناعي باذن الله يرجع للحياة، تمام، ولكن هيبقى فيه اعراض شديدة جدا. طيب لو مات كليا قال لي مازال القلب، لو انا حطيته على جهاز صناعي شغال عادي. فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هو مازال شغال زي ما قلنا، بس عنده موت دماغي. ومعانا بعد كده يا شباب بيتكلم على ايه؟ اهداف الرعاية التلطيفية. اول حاجة معانا من اسمها ان هي بتخفف الاعراض، من ضمنها الالم. تمام. يعني ايه؟ قال لي provide relief from symptoms including pain. تمام جدا، ما فيش فيها اي مشكلة. واحد بيتألم بديه مسكنات، ما فيش اي مشكلة. طيب تاني حاجة، اعتبر الموت regard dying as a normal process. يعني واحد وصل لمرحلة متقدمة جدا من المرض، والمرض تطور وبقى خلاص في أواخر مراحله، السرطان مثلا، مش قادرين نعالج المريض ده. تمام. دي من ضمن الحاجات. واحد مثلا خلاص راجل عجوز، وفعلا خلاص الدنيا متدهورة معاه جدا، أجهزة جسمه خلاص، فباين لي ان هو خلاص بيودع. الفكرة في ايه؟ ان انا خلاص ما اقولش بقى ده راجل كبير هيموت بقى، سيبه يلا في حاله بقى، لا، هنا قدم له رعاية تلطيفية palliative care. هحاول اخفف من الالم والاعراض اللي بيحس بيها. دي نقطة. طيب تالت نقطة معانا ان انا لا اعجل ولا اجل الموت. يعني ما يكونش هو ميت واجل، اقول لا استنى يمكن يعيش، ولا ان انا اعجله واقول لك لا ده اول ما ظهر علامة لا ده ميت خلاص ويلا روحت فين. لا، يبقى انا ااكد الحياة affirm life، اشوف هو حي فعلا ولا لا، ولا اعجل ولا ااجل الوفاة. طب سريعا دي يا شباب ناخد يعني فكرة كده سريعة عشان تساعدنا كمان شوية برضه في الموت الدماغي. احنا معانا الدماغ اهو، البرين، ومعانا القلب، ومعانا الرئتين. تمام جدا. اعضاء حيوية في جسم الانسان بنت لذينة. اول حاجة انت عارف ان القلب بيضخ الدم، صح؟ جميل جدا. بيضخ الدم فين؟ لاعضاء الجسم كلها. طيب وبياخد الدم اللي مش متفلتر، اللي ما فيهوش اكسجين كتير، وفيه اكسجين ولكن فيه ثاني اكسيد كربون كتير، ويوديه للرئتين. الرئتين تغذيه بالاكسجين، وتروح جاي بعتها تاني في ناحية الشمال، وتروح جاي هو ضخه بقى. يبقى هو بيستلم الدم غير النقي من الناحية اليمين، ويروح جاي بعته على الرئة، وبعد كده الرئة تاخده توديه تاني من الناحية من الناحية الشمال، وبعدين يضخه هو الجزء لجميع أجزاء الجسم. جميل جدا. الدماغ بقى بيعمل ايه؟ الدماغ بيتحكم في أعضاء الجسم كلها. جميل جدا. قال لي اللي انت ما تعرفوش او ان شاء الله عارفه لو فاكره من قبل كده، ان الدماغ كده هو المتحكم في الجسم كله من ضمن اجزاء الجهاز العصبي المركزي، بل هو الاساس، وهو الحبل الشوكي. تمام. قال لي بقى الزيادة اللي انا عايز انبهك عليها، ان القلب فيه عقدتين، في عقدة اذينية وعقدة بطينية. العقدة ديت بترسل اشارات كهربية بتغذي القلب، فبتجعله ان هو ينبض ذاتيا، ملوش علاقة بالمخ. طيب صلوا على النبي.
فبيقول لي ايه بقى؟ عندنا ممكن يحصل، ركزوا معايا، ممكن يحصل ان الدماغ يبقى ميت والقلب يبقى ميت. انت قلت لي ان ده منفصل عن ده، او القلب بينبض ذاتيا، فممكن لو ده مات هل ده هيتأثر؟ لا، مش اكيد، مش اكيد. تمام، دي نقطة. طيب تاني نقطة، هل لو القلب مات الدماغ يموت؟ طبعا. ليه؟ لان هو اللي بيغذيه اصلا. القلب لو مات الدماغ يموت. طيب اللي بيحصل ايه؟ معانا احتمالين. احتمالين ان القلب يتوقف الاول او المخ يتوقف الاول. ركز معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. القلب لو توقف الاول والدماغ شغال، اللي بيعملوه تأكد من الشخص ده عايش ولا ميت. بنفحص قاع العين، فالمفروض ان عينه اهيت، تمام، وفي هنا دي اللون العين اللي هو اللي بيبقى اسود او بني او الحاجات دي او ازرق والكلام ده كله، وفي حاجه اسمها بؤبؤ العين البيوبل، تمام، اللي بتبقى شفافه. دي هتشوف نفسك فيها، لو بصيت بتلاقي نفسك شفاف فيها. دي اللي بتنفذ الضوء للشبكيه جوه العين وبيشوف بيها الشخص. تمام جدا. ديت بنعمل ايه عشان نتاكد من الحياه؟ بنحط كشاف. الكشاف اللي بيحصل في البيوبل ديت، في البؤبؤ العين ده، ان هو بيدوق. ليه بيدوق؟ علشان لو دخل ضوء كتير للشبكية هتتحرق، فبيروح جاي يضيق. لو بعدت الكشاف توسع تاني، لو قربت الكشاف تضيق. يبقى ده هنا في جذع الدماغ، البرين ستيم، جذع المخ شغال تمام كويس. طيب لو حصل ان هو لا، عينه ثابتة ما بتتحركش، يبقى هنا حصل موت دماغي. طيب يبقى لو قلب وقف، واحد قلبه وقف، انا قست نبضه، قست اللي سمعت بالسماعة، مفيش اي حاجة، بس الدماغ شغال. هنا بعمل له CPR. يعني ايه؟ يعني كارديو، قلب، بالمونري، الرئة، ريساسيتيشن، انعاش قلب رئوي. اللي انا بضغط، اللي بتشوفه بيضغط بايديهم على ايه؟ صدره. ليه؟ لان في امل ان هو يرجع، لان الدماغ ما زال شغال. تمام، ففي امل ان انا احفز القلب ذاتيا بايدي، واحاول اضخ الاعضاء لجسم الايه، اضخ الدم، اساعده ان هو يضخ الدم في جسم الانسان، لعل وعسى يرجع تاني. دي نقطة. طيب تاني احتمال ان لو المخ هو اللي مات الاول والقلب شغال، دي تحصل ازاي؟ تحصل ان حصل مشكلة في تغذية القلب، ما وصلوش غذاء كفاية، ما وصلوش اكسجين كفاية. حصل اي مشكلة ايا كانت ادت لتلف الدماغ. فايه اللي يحصل؟ قال لو جزء بسيط ما زال في امل للحياة. تمام. طب ما لو مات كليا وانا حطه على جهاز تنفس وما فيش امل برضه، يبقى اذا هنا خلاص، ده اسمه موت دماغي. تمام، البرين ديث، وما زال القلب عايش. وفي المرحلة ديت ممكن بيقولك بقى اللي هو بيبقى عايش لحد 6 ساعات والكلام ده كله، ممكن يعملوا ايه؟ نقل القلب والحاجات دي كلها. تمام يا شباب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لي اكد للحياة، مش اول لما يحصل لك اي حاجة تقول لا ده مات، لا ده مش عارف ايه، ده لسه ما ماتش، لا. يبقى ديت هتبقى مبنية على اساس علمي. طيب 4، support holistic patient care. هوفر ايه بقى المريض؟ قال لي هوليستيك. يعني ايه هوليستيك؟ يعني عناية شاملة. يبقى هوليستيك بيشنت كير، عناية المريض الشاملة. and enhanced quality of life. وقلت لكم مصطلح quality of life هتشوفوه كتير في الطب، يعني جودة الحياة. يعني ايه جودة الحياة؟ يعني الألم ما يبقى حاول بقدر الإمكان نخفف منه، المرض، شدة المرض، الحاجات دي كلها نفسيا وجسديا. طيب 5، هوفر الدعم للمرضى علشان يعيش as actively as possible until death. احاول اوفر له الدعم علشان يقدر يعيش بحرية ونشاط قدر الامكان لحد ما يموت. طيب 6 كذلك قال لي هدعم الاسرة، اوفر الدعم للاسرة اثناء مرض المريض، وكذلك في البريفمنت، فترة حزنه. تمام يا شباب، يبقى اوفر لهم الدعم النفسي والجسدي. مصطلح معانا جميل جدا وتعريف جميل جدا، ونخلي بالنا من التعريفات. احنا دلوقتي خدنا الايه؟
خدنا تعريف الهوسبيس وبالياتيف كير، وكنا خدنا قبل كده برضو كذا تعريف، فنراجع كويس ونركز صلى على النبي كده. الهوسبيس كير او رعاية المسنين قال لي بارت جزء من ايه؟ من بالياتيف كير، من الرعاية التلطيفية اللي بنوديها للراجل المسن، وهو ادم مسن فانت متوقع ان هو خلاص في نهاية حياته، صح؟ تمام. فبيقول لي during the final stages of life، اثناء المراحل الايه الاخيرة في حياته، وتركز على showing compassion، اظهر له التعاطف، and giving support to individuals facing terminal illnesses. يعني ايه؟ اوفر الدعم للافراد اللي بيواجهوا امراض مميتة، خلاص المرض ده لا مفر منه، سرطان في المراحل الاخيرة زي ما قلنا، مرض في متفشي، بعض الامراض المميتة وهكذا، زي مثلا ايام كورونا برضو الحاجات دي كلها. طيب، فهنا المريض تبين لي ان هو خلاص لا مفر من الوفاة، فهنا بوفر له الرعاية التلطيفية والتعاطف وهكذا. طيب، الهدف ان انا بخليه يقضي بقية حياته ان هو يبقى بقدر الامكان مرتاح شوية. فبيقول لي the goal is to help the patients live، بساعدهم يعيشوا their remaining days، ايامهم المتبقية as fully and comfortably as possible. الله يفتح عليك. تمام جدا، بقدر الامكان يكون عنده راحة. طب الهوسبيس كير ليها حاجات بتعتمد عليها؟ قال لي بتعتمد على كذا حاجة. يعني بعمل دعم عاطفي للمريض والعيلة، بوفر له الراحة الجسدية زي ما قلنا، بحترم قيمه وكرامته، مش معنى ان هو خلاص في اخر الحياة وكده فان انا اهينه، انا اكشف عورته، ان انا ما وفرلوش الدعم، لا، انا احترم قيمه وكرامته. فايموشنال سبورت فور بوث، لكل من البيشنت المريض والفاميلي الاسره. والفيزيكال كومفورت يعني الراحه الجسديه، الميجرز ايه بقى؟ للتدابير والاجراءات والحاجات دي كلها. طيب، وهنا كذلك respect for the patients ايه بقى؟ values والdignity، يبقى القيم المريض والdignity. تمام جدا. الوفاة بقى اللي احنا شرحناها من شوية، تحدث الوفاة وقت ايه؟ لما جميع أعضاء الجسم الحيوية vital organs and body systems stop functioning، اللي هو القلب قلنا الرئة والدماغ. طيب، brain death، الموت الدماغي، هو فقدان تام ودائم لجميع وظائف الدماغ بما في ذلك جذع الدماغ. تمام جدا، ان هو الاساس برضه من ضمن الاشارات اللي بيبعت الاشارات الاساسيه في حيويه الجسم. طيب، قال لي الشخص ممكن يبقى عنده نبض القلب وعنده موت دماغي، ولكن ويكون على جهاز تنفس صناعي كمان في وحدة المعايير المركزة، ولكن مش هنقدر نستعيد وظيفة الدماغ، فخلاص هنفضل موجود لحد وقتي. واخدين بالكم؟ فهنا البرين death is the total و irreversible loss of all brain functions. يعني أنا total كليا، irreversible يعني لا يمكن استعادة. تمام؟ يبقى إجابة العكس، loss يبقى فقدان لا يمكن لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ، بما في ذلك البرين ستيم. ودي صورة لجذع الدماغ أو جذع المخ. فبيقول لي إيه ده كله أهو البرين ستيم، ده البرين ستيم بقى. هنا المخ والسيريبرم، تمام، وهنا السيريبيلم، وهنا البرين ستيم. ده جزء بيتحكم لي بإيه؟ بيتحكم لي في معدل ضربات القلب والتنفس وده كله وضغط الدم والكلام ده كله. فهو جزء حيوي جدا في الدماغ. طيب، فهنا قلنا ايه؟ قلنا البرين ديث بيكون عملية او فقدان تام ولا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ بما في ذلك البرين ستيم، جذع الدماغ. الشخص ده may still have a heartbeat، عنده نبضات قلب، and be on a ventilator،
ويكون على جهاز تنفس صناعي. فايه اللي بيحصل في القلب؟ جايله الاكسجين تمام والرئة بقت شغالة especially أو جهاز تنفس صناعي عوض مكان الرئة يعني especially in an intensive care unit. كمان موجود في ايه؟ في العناية المركزة. but can't recover brain function. خلاص العضو اللي بيضمر خلاص. كذلك برضو انتوا عارفين لما بيبقى مريض سكر وحصل له غرغرينة، يعني العضو اللي خلاص مات، الأنسجة بتاعت العضو ده ماتت خلاص، يبقى اللي يحصل البتر. فالعضو اللي بيموت مش بيرجع. العضو اللي بيموت دي قاعدة مش بيرجع. وقاعدة تانية، العضو الذي لا يستخدم يضمر. عشان كده لما بتتجبس اللي بيحصل هتلاقي ايدك نحفت شوية، بقت انحف شوية، بقت رفيعة شوية. لو رجلك يبقى رجلك رفيعة شوية، لأن العضو الذي لا يستخدم يضمر، يقل حجمه. طيب الاند اوف لايف بقى، نهاية الحياة. يعني ايه نهاية الحياة؟ قال لي بتشير لإيه بالظبط؟ قال لي مرحلة نهائية من المرض، خلاص يتوقع الموت. end of life refers to the final stage، مرحلة نهائية خلاص of a patient's illness، مرض المريض. صلى على النبي وبفكرك ما تنساش اللايك والسبسكرايب. ارجع تاني يلا. when death، لما الموت is expected soon، خلاص يتوقع له الموت قريبا. the timeline from diagnosis to death، من أول الوقت من التشخيص المرض لحد الوفاة. يعني هو لو مريض سرطان مثلا وبقاله 15 سنين لحد متوقع مثلا وفاة، خلاص الأيام ديت الدنيا تدهورت معاه جامد. فده كله تايم لاين بيعتمد على disease progression والindividual health status. يعني ممكن مريض يجاله مثلا مرض معين وليكن أيام كورونا، لا ده بعد يومين 3 مات، واحد تاني أسبوع، واحد تالت شهر، واحد مش عارف تعافى. فده كله بيعتمد على بيعتمد على قدر ربنا أولا، والأسباب بقى معانا تطور المرض، هل المرض كان شديد ولا لأ، وحالة الشخص الصحية. طب الاند اوف لايف كير، رعاية نهاية الحياة. طيب تتضمن ايه؟ قال لي رعاية الحياة، نهاية الحياة انت قلت لي ان هو خلاص بيموت، فايه اللي يحصل؟ ان انا هقدم له palliative care، فيها هقدم له services support، خدمات ودعم للdying person their family، للشخص اللي بيموت ده او محتضر واسرته كذلك. معذرة عن انقطاع الصوت يا شباب. فبيقول لي هنا لازم تاخد بالك ان عندنا الفيزيكال نيدز زي اداره الالم، ان احنا نخلي بالنا من الم المريض ونظافته وراحته، كذلك البين مانجمنت والهيجين والكومفورت، وكذلك المشاكل النفسيه، احتياجاته النفسيه سوشيال نيدز، التواصل يشمل الدعم النفسي الايموشنال سبورت، وكذلك الاستشاره اللي هي الكونسلن، يعني لو احتاج منا اي حاجه اقدمها له، والتواصل يبقى كويس مع الكوميونيكيشن. فناخد أو الحاجات اللي بتبان على العيان وهو في مراحل الحياة الأخيرة. فأول حاجة معانا السنسوري سيستم، احنا هناخد كذا سيستم، الكارديوفاسكولار والحاجات دي كلها. فمن أول حاجة معانا السنسوري سيستم، الجهاز الحسي. فمعانا السمع واللمس والذوق والرائحة والبصر. يا ترى بيحس ايه المريض أو بيظهر عليه؟ أول حاجة في السمع، حاسة السمع بيقول لي الحاسة الأخيرة، ودي MCQ مهمة، اختار مهمة يعني. last sense to disappear، آخر حاسة تفقد. تمام، فهو بيفضل يستمع عادي مفيش أي مشكلة، ولكن آخر حاسة تفقد هي هي السمع. طيب تاني حاجة التاتش، اللمس. ايه اللي بيحصل؟ قال لي بينخفض، وكذلك إدراكه بالحاجات perception of pain، إدراكه بالألم بينخفض، يعني مش أي حاجة تؤلمه. طب يبقى decrease the sensation و decrease the perception of pain and touch. ليه؟ علشان قلنا الجهاز العصبي بتاعه بدأ خلاص بدأ يخمل. وعندنا التيست والسميل، التذوق والرائحة برضو بيقل، يبقى عندنا كله بيقل لحد دلوقتي، وآخر حاجة بتختفي هي الهيرنج. طيب بيقل with disease progression، مع تقدم مع تقدم المرض. والسايد بقى عندنا هنا نركزوا عشان في بعض الكلمات لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه البلورين اوف فيجن، حاسس ان الرؤيه بتاعته مشوشه مدغوشه. عارف انت لما تكون مركب في عربيه والازاز بتاعها متدهول ترابه، فانت شايف المشوش،
هو كذلك موجود. شايف الرؤية الطبيعية كده. طيب sinking وجليزن اوف ايس. انتم عارفين ان سينك معناها يغرق للاشياء، تمام جدا. فعينه غارقة يعني ايه؟ عينه غارقة يعني عينه داخلة لجوه، عينه داخلة لجوه. طيب والجليزن، الجليزن هي اللمعة، في لمعان في عينه، في بريق في عينه. فأول حاجة عينه مشوشة، تاني حاجة إن عينه داخلة لجوه السنكن، والجليزن لمعة. تمام، ما تركزش في الكلمتين دولت أوي. طيب عندنا بلينك ريفلكس ابسنت. يعني ايه بلينك ريفلكس ابسنت؟ قال لي ريفلكس يعني رد فعل، وبلينك يعني الايه اللي هو بيرمش، تمام، وابسنت يعني غايب. فرد فعل عينه على الرمش مختلف. يعني ايه؟ قال لي يعني المفروض ان العينين لما بيحصل محفز لاي عين، العين التانية بتستجيب. تمام، كنا ذكرنا من شوية ان في تحديد الموت، هل الشخص ده ميت ولا لأ، بيبقى في عندنا دي لون العين، وفي جواها اسمها البيوبل. اسمها ايه البيوبل؟ او بؤبؤ العين. قال لي ده لما بتعرض للضوء بيقل، طب لما بتبعد عنه الضوء بيزيد. تمام، تمام جدا. قال لي لو حفزت عين واحدة، العين التانية يحصل لها نفس اللي هيحصل في العين دي. وكذلك البلينك ريفلكس يا جماعة. ايه اللي بيحصل لو انت جبت مثلا وليكن قطنة او عملت فيه محفز من بره وجيت تلمس العين ديت، ايه اللي يحصل؟ الشخص ده يرمش كرد فعل لحماية للعين. قال لك العين التانية هترمش. طب ده ما عملناش ليها حاجة، لا، قال لي العينين كلهم زي بعض. فهنا رد الفعل ده لا، ما بيبقى absent، غايب، مفيش الحاجة دي بتحصل. طيب eyelids remain half open. eyelids اللي هو جفن العين. انت عندك العين اهيت، عندك الجفن بقى هنا وهنا، تحت وفوق. فهنا ايه اللي يحصل؟ يبقى نص مفتوح. تمام، تمام جدا. يبقى remain half ايه open. دي بالنسبة للايه للحسي. بالنسبة لجهاز القلب والأوعية الدموية، الكارديو يعني القلب، وفاسكولار يعني الأوعية الدموية، سيستم الجهاز. يبقى الكارديو فاسكولار سيستم ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لي معدل ضربات القلب بيزيد، معدل ضربات القلب بيزيد. طب ده حاجة حلوة؟ لا، احنا عندنا معدل ضربات القلب معدل ثابت. هتزيد هيحصل مشكلة، هيقل هيحصل مشكلة. تمام، تمام جدا. قال لي فيما بعد بيتباطأ، و weakening of pulse، النبض بتاعه بيقل. يبقى معدل ضربات القلب، المعدل ده معناه ايه؟ عدد الضربات في الدقيقة. يعني لو الطبيعي من 60 ل100، فهو عدد الضربات أزيد من كده، في ضربات زيادة. بعد كده بيضعف النبض. طيب regular rhythm، يعني ايه regular rhythm؟ المفروض ان القلب له معيار معين في يعني معدل معين في ايه؟ في النبض، في الايه؟ في السيستول يعني اللي هو الانقباض، تمام، والدايستول. الدايستول اللي هو الايه؟ الانبساط، اللي هو لب ضب لب ضب لب ضب. ممكن بقى هو ايه؟ ده معيار يعني ثابت، لب ضب لب ضب لب ضب لب ضب، روح جاي مرة بسرعة مرة بطيئة، مرة بسرعة مرة بطيئة، مرة منتظم مرة مش منتظم. ده اسمه ايه؟ regular rhythm. طيب قال لي decrease blood pressure، ضغط الدم بيقل. تمام، جميل جدا، ضغط الدم بيقل. طيب وايه تاني كذلك؟ قال لي لدام ضغط الدم قل، يبقى الدم مش ماشي كويس في الأوعية الدموية. يبقى هل امتصاصه للدواء هيبقى كويس؟ قال لي لا، ما برضو كذلك ضغط الدم قل، وفي معدل ضربات القلب برضو زايدة، ومرة تبقى بطيئة، وفي مشكلة في الأوعية الدموية. فقال لي كذلك برضو في امتصاص الأدوية، سواء انتراماسكولار أو subcutaneously يعني تحت الايه؟ الجلد. وانترا يعني داخل، ماسكولار يعني ايه ماسكولار؟ قال لي يعني العضلة، داخل العضلة، او subcutaneously تحت الجلد. دي كله قال لي برضو بيقل، سواء هنا او سواء هنا. تمام يا شباب، تمام. يبقى قال لي في زيادة في ضربات القلب، الريزم مش الايقاع او معدل ضربات القلب مش ثابت، لا ده بيزيد وبيقل. وعندنا ضغط الدم قليل، وكذلك امتصاص الأدوية بسيط برضو ومؤجل وبيتأخر. طيب الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي برضو في مشكلة. يعني ايه؟ يعني برضو كذلك في زيادة في respiratory rate، معدل التنفس.
زيادة. تمام. وماذا بعد؟ قال لي عندنا في مصطلح اسمه أبنيا. أبنيا يعني مفيش نفس، ما بياخدش نفس، مش قادر ياخد نفسه. أو ديب رابيد. يعني ايه ديب؟ يعني عميق، واخدين بالكم؟ ياخد نفس تقيل كده. ورابيد اللي هو ايه؟ بياخد نفس عميق وسريع. تمام. تمام. وinability مش قادر to cough او clear secretions. هو رد فعل الكحة ده بيبقى عبارة عن ايه؟ قال انت عندك اهو دي الشعب الهوائية اهيت، وعندك الرئة الجميلة اهيت. تمام. وادي الرئة ايه بتاعتنا اهي. ايه اللي بيحصل؟ ان في هنا ميكروبات او في هنا حاجات، اجسام غريبة. فاللي بيحصل ان رد الفعل اللي بيحصل بتاع الكحة ان بيبقى في عندك الحجاب الحاجز، جاي فتروح جاي طاردة السوائل او الاجسام الغريبة ديت بالمخاط الملتصق بالايه بالاغشية الداخلية، فيروح جاي طالع شوية ويطلع لحد ما يجي في الاخر يطلع الايه سكريشنز اللي هو الايه البلغم. تمام. فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان هو دي رد فعل الكحة، فهو مش قادر يكح، مش قادر يطلع السكريشنز السوائل الايه الافرازات. وكذلك الريجولار بريثنج مش قادر يتنفس بمعدل تنفس منتظم. وجرادوالي slowing down to gasps يعني برضو نفس متقطع، يبقى مرة زيادة معدل التنفس ومرة كذلك الريجولار. تمام. وكذلك برضو نفسه بيتقطع في النص ومش قادر يكح، مش قادر يخرج السكريشنز الافرازات. عنده ابنيا ممكن نفسه ينقطع. ديب ورابid بريثن يعني عميق وسريع. تمام. لما نيجي لليوريناري سيستم، اليوريناري سيستم والجهاز البولي، فايه اللي بيحصل؟ قال لي برضو بيحصل في اليورين اوت بوت، يعني يورين يعني بول، اوت بوت يعني خروجه بيقل ايه بانتظام. فايه اللي بيحصل؟ قال لي incontinence يعني ايه incontinence؟ مش قادر يتحكم في البول، سلس البول. فاللي بيحصل ان هو مش ما عندوش القدرة على التحكم. تمام. وايه تاني؟ قال لي مش قادر برضه يورينيت، يبقى عدم القدرة على التبول وعدم القدرة على الايه على الاحتفاظ بالبول، فهو عنده سلس البول. وجرادوال decrease in urine output برضو اخراج الاوتبوت بشكل عام في اليوم برضو معدل قليل. ليه؟ لان انت قلت لي اصلا ان هو عنده مشاكل، فاكيد اكله برضو في مشاكل، اكيد برضو في عموما السوائل في جسمه فيها مش منتظمة. تمام. تمام. وكذلك الكلية برضو الدنيا بعافية خالص. نيجي هنا بقى الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ايه اللي بيحصل فيه؟ فاللي بيحصل فيه ان هو برضو وظيفته بتقل جامد، فسلوين يعني بتقل، او سيسيشن بتفقد تتوقف اوف الجي اي يعني الجاسترو انتستينال. جاسترو يعني معدة، انتستينال يعني امعاء. تمام. وسيستم يعني جهاز، يبقى الجاسترو انتستينال سيستم. فالجاسترو انتستينال فانكشن الوظيفة ما بين المعدة والايه والامعاء دي بيسمى الجهاز الهضمي، يعني الوظيفة بتاعته بتقل. فلما الوظيفة بتاعته بتقل انت عندك المعدة هيت. تمام. تمام. بتخش بقى بعد كده على الامعاء الدقيقة. تمام. الامعاء الدقيقة. وبعد كده الايه القولون. جميل جدا. وبعد كده تنزل ايه للريكتم اللي هو الايه المستقيم، وبعد كده يخرج. فاللي بيحصل ان هو ايه؟ قال لي في مشكلة في تباطؤ، فالحركة هنا ضعيفة، الحركة ضعيفة في القولون والامعاء والكلام ده كله. فاللي بيحصل ان يبقى في بكتيريا نافعة جوه بتعمل ايه؟ بتكون لي غازات نتيجة التخمر بتاع الاكل والفضلات. فاللي بيحصل ان هو بيتراكم الغازات لان الحركة بطيئة، ولما تراكم الغازات يعمل ايه اللي يحصل؟ يعمل انتفاخ وغثيان. ليه؟ لان عمال تخيل اكل متراكم مش راضي ينزل، فاللي بيحصل ان هو بيبقى حاسس ان هو غثيان، حاسس ان هو عايز يرجع. ليه؟ الاكل عمال انت عمال تحشر تحشر تحشر، تاخد بالك؟ فاللي بيحصل لما ينتفخ زيادة عن اللزوم ممكن يحصل تسرب في الفضلات، فاللي هو اسمه سلس انكونتيننس، مش قادر يتحكم. ليه؟ هي الحركة ضعيفة
وعمال يتراكم غازات وبطنه تنتفخ مرة واحدة ممكن يسقط. تمام جدا. يبقى اسمها ايه بقى المصطلحات ديت؟ accumulation. يعني ايه accumulation؟ تراكم of gas الغازات. وديستنشن ونوزيا انتفاخ بطن وغثيان حاسس انه عايز يرجع. وكذلك باول incontinence يعني سلس البراز. تمام جدا. صلى على النبي. ما تنساش زي ما قلت لك اللايك وايه وسبسكرايب، يعني حاجه تخدمنا بيها كده ايه وتستمر القناه بيها باذن الله. طيب بالنسبه بقى للماسكولو سكيليتال، ماسكولو يعني عضلات، سكيليتال يعني جهاز هيكلي. ايه اللي بيحصل؟ عنده مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي. يعني اكيد انت متوقع ان واحد في اخر حياته فاكيد مش قادر يتحرك كويس، مش قادر يقف كويس، عضلاته في اجزاء جسمه مختلفة فيها مشاكل. طب ما تيجي نتعرف كده عليها بالتدريج. فاول حاجة يقول لي هو فقد فقدان تدريجي للحركة عموما. فgradual loss of ability to move. gradual يعني تدريجي، loss فقدان قدرة على الحركة ability to move. وكذلك ترهل الفك sagging of jaw. عارفين انتوا الترهلات اللي بتبان على الناس الكبيرة المسنين؟ فهي ديت بالظبط ترهل الجلد، ان الجلد ايه بيدلدل كده لا مؤاخذة في اللفظ. طيب فهنا sagging of ايه of jaw. طيب difficulty speaking صعوبة في الكلام، مش قادر يتكلم كويس، بيقولك لسانه تقل. swallowing البلع becoming more difficult برضو بقى صعب، يبقى عنده مشكلة في السبيكن، في السوالوين برضو difficult. وقال لي ترهلات عندي الساجنج. والابيليتي تو موف بدأت تحصل لها جرادوال لوس. يعني ايه جرادوال لوس؟ يعني فقدان تدريجي. وعندنا برضو صعوبة في ان هو يحافظ على وضعية جسمه، البادي بوستشر، بادي ايه بوستشر وضعية الجسم. والالاينمنت ان هو يقف بمحاذاة او يقف مستقيم، برضو عنده صعوبة في الموضوع. طيب في بقى حاجة جميلة جدا اسمها الجاج ريفلكس. الجاج ريفلكس ديت هو ايه؟ لما تحط صباعك او حاجة تلمس اخر حاجة في بقك انت لما تيجي ترجع كده، ربنا يعافينا يا رب. فاللي بيحصل انت لما واحد يحط صباعه في بقه ان هو يرجع، هو بقى ما عندوش الجاج ريفلكس ده، مفقود عنده. تمام جدا. والجيركن قال الجيركن ديت هي رعشة بنشوفها كتير لما الناس اللي بتتناول افيونات المدمنين. تمام. فهنا في برضو موجودة في البيشنتس on large amounts of opioids اللي بيتناولوا كميات كبيرة من الأوبيويد. فهتلاقي حتى ممكن بعضكم يلاقيها بالناس الكبيرة ايده بترتعش كده رعشة خفيفة. تمام يا شباب، دي بالنسبة للجهاز العضلي الهيكلي. طيب بالنسبة للانتجيومنتري سيستم، الانتجيومنتري سيستم هنا ترجمة بيقولك الجهاز التكميلي، هو يبقى الغلاف، الجهاز اللي بيغلف الجسم اللي هو ايه؟ اللي هو الجلد. ايه اللي بيحصل في الجلد؟ اول حاجة بيحصل لك موتلين اون هاندز والفيت والارمز والليجز. يعني بيحصل تشوه. بيحصل ايه؟ تشوه في القدمين واليدين والذراع برضو والارجل، بتلاقوها انتم في الشكل بتاع الجلد، واخدين بالكم التصبغات والحاجات دي كلها. طيب قال لي ايه تاني؟ قال لي الجلد بيبقى بارد وكلامي. كلامي يعني رطب، يبقى بارد نسبيا، مش اللي هو بارد قوي يعني، وكلامي رطب شويه. وبيحصل مصطلح جميل في الطب اسمه بلو وجنبه حاجه بقى، يعني بلو نوز اسمه ساينوزيس اوف نوز، ساينوزيس يعني زرقان. تمام. والنيل بيدز الاظافر. تمام. الاظافر برضو ايه؟ مزرقه. طيب وايه تاني؟ قال لي الركب برضو فيها زرقان. يبقى سي هنا لحد هنا، سي كولد وكلامي سكين وساينوزيس برضو. وواكس لايك، واكس يعني شمع، واكس لايك يعني جلد تحسه شبه الشمع كده، مشمع كده. تمام. لما very near death لما يقرب من الوفاة. تمام يا شباب. تمام جدا. يبقى بالنسبة هنا بيحصل تشوه في الجلد، بيبقى الجلد بارد نسبيا، بيبقى الجلد رطب، بيبقى في زرقان في مناخيره، في زرقان في ضوافره، في زرقان في رجليه ركبته. تمام. عندنا واكس لايك جلده بيبقى شبه الشمع اللي هو لما بيجي يقرب للوفاة. طيب بالنسبة بقى للحاجات اللي هي السايكولوجيكال، سايكو يعني نفسي، والسوشيال اجتماعي. السايكو سوشيال مانيفستيشنز ات اند اوف لايف، في نهاية حياته ايه اللي هيحصل ويأثر لي على نفسيته
وبالتبعية هيأثر لي على تعامله ما بين الناس اللي هو السوشيال اجتماعي. ودي بتسمعها كتير لو انت في الأرياف أو الناس اللي لها خلطة ببعض كتير فبيشوفوا عيانين كتير. فبيقول الراجل ده تحس ان هو في اخر حياته كان بيعمل تصرفات غريبة كده، فعلا تحسه كان عارف ان هو هيموت. وعموما مفيش حد بيبقى عارف ان هو هيموت، بس يعني تحسه كده ايه، آه الشخص حاسس نفسه ان هو حالته الصحية مش تمام. فبيحاول يصلح لو هو عنده ضمير بقى، بيحاول يصلح. او لو هو فعلا بيحتضر، في بعض المرضى بيبقوا فعلا احتضارهم ممكن يقعد شوية. تمام. فالفكرة في ايه، ان هو في الوقت ده بيبتدي يسترجع بعض الذكريات، يبتدي في يحصل تواصل بينه وبين الناس يقل خالص. تحس ان هو بيروح ويجي، يقولك ايه ده، تحس ان هو يعني بيشوف رؤى، بيشوف في حاجات تانية، عالم تاني وبقى موازي فيه دلوقتي، فبصره كاليوم حديد. فاللي بيحصل هنا دلوقتي ان اول حاجه بيقول لك اللايف ريفيو، بيتحس ان هو بيراجع حياته، يجيب لك اسماء ناس مش موجوده ايام زمان مره واحده كده. تمام. بيسفولنس، تحسه قاعد في سلام خالص، وخصوصا بقى لو هو راجل يعني نحسبه على خير يعني. وريستلسنس، دي قلق، يبقى يا اما سلام داخلي يا اما قلق. تحسه كده، ما هو الاتنين ضد بعض، ممكن يبقى في ناس كده وناس كده. وكذلك altered decision making، اختلاف اتخاذ القرار عن الشخص كان بياخده، فيه هنا خلل في الدماغ. ديت طبيعي جدا. تمام يا شباب. تمام. يعني طبيعي يا دام في واحد ايه ده مره واحده حصل، انت المفروض كنت تعمل، انت بتعمل متعود تعمل كذا كذا كذا، في تغيرات حصلت في فصوص الدماغ ديت، لا شك فيها. تمام. تمام. وحصل او صدمات نفسيه او تغيرات نفسيه، فهنا المريض اصلا في اخر حياته، فطبيعي ان الحاجات دي كلها بتحصل ايه، بلا شك. فبيقول لي القلق برضو، يقول لك انت لسه ما خلصتوش كذا، طب ما تحاول تخلصها، طب انت قلقان من الحاجات اللي لسه ما انتهتش. anxiety about unfinished business. وكذلك انخفاض التواصل الاجتماعي زي ما قلنا، decreased socialization. تمام يا شباب. يبقى socialization، نحاول نقرا مع بعض يعني ايه، ونيسر لكم الدنيا باذن الله. اخر حاجه معانا برضو قال لي بيبقى خايف من الوحده، خايف من الوحده، حاسس ان هو لا بيودع، فبيبقى محتاج يقول لك انا عايز اشوف فلان، عايز اشوف فلان. فهنا fear of loneliness، خايف من الوحده. وكذلك خايف من ان هو يسيب الدنيا. دي بعضهم طبعا، بعضهم لما يبشر تجيله البشرة طبعا يحب الموضوع. قال لك meaninglessness، من عدم معنى من حياة الواحد. تحس كده، انا خايف ان الواحد ما الحياة ما تبقاش لها معنى، حاسس ان انا يعني في اضطرابات كده نفسية فظيعة. وكذلك fear of pain، خايف من الألم. و helplessness، مش قادر يعمل أي حاجة نتيجة التغيرات اللي حصلت في الجهاز الكارديوفاسكولار أو الريسبيراتوري أو الانتجومنتري. عندنا الماسكولوسكيليتال، مش قادر، عاجز عن إنه يخدم نفسه. تلاقيه كده بيقول لك وداعا، بيودع، تحسه بيودع كده، بيسلم على فلان ويسلم على فلان، بطريقة برضو يبقى فيها برضو decrease socialization والحاجات دي كلها، ولكن تحسه في عالم موازي فعلا. و unusual communication، التواصل بتاعه غير عادي، ما بقاش زي الأول. عنده برضو تجارب شبيهة بالرؤى زي ما قلنا، تحسه كده بيجيب ويودي من أيام زمان. فهنا vision like experiences، أو تهيأله حاجات وهي مش موجودة أصلا. و withdrawal، تحسه بينسحب من التواصل او ينسحب من البيئة اللي هو فيها، تحسه كده ان هو بيروح ويجي زي ما احنا قلنا. تمام. لو وصلت لنهاية الفيديو واستفدت فعلا، اللايك والسبسكرايب. لو في حاجة نقطة عايزنا يعني نطورها بإذن الله، نسعد ان انت تقول لنا عليها علشان ربنا ييسر ونقدم لكم احسن خدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم حسن حمدي في كورس نيرسونا. وزي ما قلت لكم الكورس عليه عرض، اللي هو ادفع اللي تقدر عليه علشان ييسر عليكم قدر المستطاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.